تخيلوا معايا إمبراطورية فضلت تحكم آلاف السنين، بنت صروح ومعابد هزت العالم. إمبراطورية كانت هي تعريف القوة والعظمة. في الشرح ده هنشوف إزاي الإمبراطورية دي مصر القديمة بدأت تنهار، مش من عدو خارجي، لأ، بدأت تنهار من جوه. ده فصل مليان فوضى وغزو بيورينا حقيقة مهمة، إن حتى أعظم العظماء ممكن يسقطوا. السؤال ده هو بالظبط اللي بيلخص حكاية مصر بعد عصرها الذهبي، فترة طويلة من الضعف والانقسام والغزو الأجنبي، فترة المؤرخين بيسموها عصر الإضمحلال الثالث. بس بعيداً عن الأسماء الكبيرة دي، ده ببساطة كان الوقت اللي النور فيه بدأ يخفت على أعظم حضارة عرفها العالم. طيب خلينا نرجع بالزمن ونشوف القصة بدأت إزاي مملكة قوية زي مملكة مصر الحديثة اللي بنت معبد الكرنك وحربت الحيثيين وانتصرت، إزاي بدأت تتآكل وتضعف من جواها؟ نقدر نقول إن نقطة التحول الكبيرة كانت بعد وفاة رمسيس الثالث، اللي بيعتبره كتير آخر فرعون عظيم بجد. بعده جت سلسلة طويلة من الفراعنة الضعاف، والغريب إن كلهم تقريبا كان اسمهم رمسيس، لدرجة إن الوضع وصل لفوضى إن بقى فيه أكتر من رمسيس بيحكم في نفس الوقت. ومع ضعف الملوك وخزينة الدولة اللي بتفضى، ظهر لاعب جديد وقوي جدا على الساحة: كهنة المعابد. والنتيجة الحتمية لده كله كانت واقع صادم لأي مصري قديم. البلد اتقسمت نصين. مصر اللي قوتها طول عمرها كانت في وحدتها، بقى فيها حكومتين وسلطتين مختلفتين. دي ما كانتش مجرد أزمة سياسية، دي كانت كارثة بكل المقاييس بتهدد فكرة مصر نفسها. طيب مين بالظبط اللي ملأ فراغ السلطة اللي سابه الفراعنة الضعاف؟ الصراع المرة دي ما كانش ضد عدو خارجي بيهدد الحدود، لا، الصراع كان على روح مصر نفسها، بين السلطة التقليدية للملوك والسلطة الجديدة اللي بتصعد بقوة، سلطة الكهنة. المشهد وقتها كان عامل كده. في الشمال في الدلتا كان في ملوك بيحكموا من مدينة اسمها تانس، لكن حكمهم كان بالاسم بس، سلطة سياسية شكلية ومحدودة. أما القوة الحقيقية، الفلوس والنفوذ، فكلها كانت متركزة في الجنوب، في العاصمة الدينية طيبة. هناك كبار كهنة الإله أمون كانوا بيتحكموا في ثروة دينية واقتصادية ضخمة جدا، أكبر من ثروة الملك نفسه. وبكده بقى عندنا مصرين: مصر الملوك في الشمال ومصر الكهنة في الجنوب. الطريقة اللي سيطر بيها الكهنة دي كانت درس في فن القوة الناعمة. هم ما محتاجوش جيوش ولا حروب، سلاحهم كان أقوى بكتير: الفلوس والدين. أول حاجة بدأوا يجمعوا ثروات مهولة من الأراضي والذهب والضرايب باسم المعبد بدل ما تروح لخزينة الملك. تاني حاجة، استخدموا نفوذهم الديني وأقنعوا الناس إن الإله أمون بنفسه هو اللي بيختارهم عشان يحكموا. والخطوة الأخيرة كانت الأفكة. أي حد كان بيعارضهم كان بيتم تصويره على إنه بيعاجي الإله نفسه. ومين في الوقت ده يقدر يتحدى إرادة الآلهة؟ لكن المفارقة العجيبة إن الكهنة نفسهم اللي قسموا البلد عشان ياخدوا السلطة فشلوا في الحفاظ على الوحدة دي. الصراعات الداخلية بينهم فتتت البلد أكتر وأكتر، وبينما كان حكام مصر مشغولين في خناقاتهم الصغيرة، كانت في عيون طماعة على الحدود بتراقب الوضع كويس قوي، وشايفة في ضعف مصر فرصة ذهبية ما بتتعوضش. والمفاجأة الكبيرة إن أول ناس استغلت الفرصة دي ما كانش جيش غازي جاي من بعيد، دول كانوا ناس عايشين جوه مصر نفسها، من جيرانها اللي في الصحراء الغربية. دول كانوا الليبيين، قبائل من الصحراء الغربية، كانوا جزء من نسيج المجتمع المصري من زمان، خدموا لأجيال طويلة كجنود مرتزقة في الجيش المصري واستقروا في الدلتا. مع الوقت قوتهم ونفوذهم العسكري زاد جدا، ورغم انهم عايشين في مصر إلا ان ولائهم الأول والأخير كان لزعيم قبيلتهم مش للفرعون اللي في القصر. زعيمهم واحد اسمه شيشنق الأول، كان سياسي داهية، بدل ما يستخدم القوة العسكرية استخدم ذكائه السياسي، جوز ابنه من العائلة المالكة، ولما مات الملك الضعيف استولى على العرش بشكل سلمي تماما وأسس الأسرة ال22. وشيشنق أثبت إنه مش مجرد قائد عسكري، لا، ده كان حاكم حقيقي، نظم الإدارة والضرائب من جديد، وكسب ود الكهنة لما بنى لهم معابد جديدة، وحتى إنه قدر يقود حملة عسكرية ناجحة على فلسطين لدرجة إن اسمه اتذكر في التوراة. لكن للأسف الوحدة اللي عملها شيشونج كانت مجرد فترة هدوء مؤقتة. الخلفاء اللي جم بعده رجعوا تاني قسموا البلد لممالك وإمارات صغيرة، كل واحد فيهم بيحكم حتة وبينافس التاني. الفوضى رجعت تاني وبقوة، ومصر فقدت أي هيبة أو نفوذ ليها بره حدودها. وفي وسط فوضى الشمال دي كلها ظهر أمل جديد جاي من الجنوب، قوة مش جاية عشان تحكم وتنهب وخلاص، دي كانت جاية في مهمة بيعتبروها مهمة مقدسة: استعادة روح مصر القديمة وتقاليدها العظيمة. القوة دي كانت مملكة كوش النوبية،
النوبيين في الوقت ده كانوا مصريين أكتر من المصريين نفسهم، كانوا بيعبدوا نفس الآلهة وبيتكلموا نفس اللغة وشايفين نفسهم الحراس الحقيقيين لتقاليد الفراعنة العظام اللي حكام الشمال ضيعوها. بدأ ملكهم كاشتا يسيطر بهدوء على جنوب مصر ويكسب ولاء الكهنة، لكن ابنه الملك بعنخي كان طموحه أكبر بكتير، توحيد وادي النيل كله من جديد. الحملة العسكرية بتاعت بعنخي كانت مختلفة عن أي حاجة شافتها مصر قبل كده. هو ما دخلش مصر كمحتل أو غازي، هو دخلها كموحد ومنقذ. أصدر أوامر صارمة لجيش: ممنوع تنهبوا المدن، احموا المعابد وعاملوا المصريين كأنهم إخواتكم. وبدل ما أمراء الشمال يقاوموه، كتير منهم رحبوا بيه. بعنخي وحد مصر تاني بالاحترام والعقيدة، مش بحد السيف. وبكده بعنخي بقى أول فرعون نوبي يحكم مصر كلها، وأسس الأسرة ال25 اللي بيسميها المؤرخين عصر النهضة. والأول مرة من قرون طويلة مصر رجعت دولة واحدة قوية وموحدة. فترة حكمه كانت فترة سلام واستقرار، يمكن كانت قصيرة لكنها كانت مشرقة جدا. رجعت فيها مصر تحس بالعدل والنظام اللي كانت نسيته من زمان. لكن للأسف بينما كانت مصر بتحاول تلم شملها وتعالج جراحاتها من الداخل، كانت في عاصفة ضخمة بتتجمع في الشرق. إمبراطوريات جديدة كانت بتصعد، أضخم وأكثر وحشية، وما كانش يهمها لا تقاليد مصر العظيمة ولا آلهتها القديمة. أول تهديد حقيقي كان الإمبراطورية الأشورية، ماكينة حرب لا تعرف الرحمة. لما الأشوريين شافوا إن مصر بتحاول تستعيد نفوذها تاني في منطقة الشام، اعتبروا ده إعلان حرب مباشر عليهم، وبدأت سلسلة من المعارك الدموية بين جيوش أشور والفراعنة النوبيين، زي الملك العظيم طهاركا اللي حاربهم بكل شجاعة. في الأول المصريين والنوبيين صمدوا ببسالة وقدروا يصدوا الهجمات، لكن القوة العسكرية الأشورية كانت كاسحة. وفي النهاية، ورغم أن الأشوريين اضطروا ينسحبوا من مصر بسبب مشاكل داخلية عندهم، إلا أن الضرر كان حصل خلاص. سابوا وراهم مصر ضعيفة ومنهكة ومتقسمة تاني، وجاهزة للضربة القاضية من العدو اللي بعده. والضربة القاضية دي جت من القوة العظمى الجديدة اللي ظهرت في العالم وقتها، الإمبراطورية الفارسية، اللي كانت شايفة مصر كأهم وأغلى جايزة لازم تاخدها عشان تكمل سيطرتها على العالم. النهاية المأساوية جت سنة 525 قبل الميلاد. الملك الفارسي قمبيزي الثاني غزا مصر بجيش ضخم لا يقهر. آخر فرعون مصري بسماتك الثالث حاول يواجهه بجيش ضعيف ومليان بالمرتزقة الأجانب، وفي معركة حاسمة عند مدينة الفورمة اتهزم الجيش المصري هزيمة ساحقة، ودخل قمبيز العاصمة منفار منتصرا. والأول مرة من حوالي 3000 سنة مصر فقدت استقلالها وما بقتش دولة مستقلة. لكن هل ده معناه إن مصر ماتت؟ لا، صحيح مصر بقت مجرد ولاية في الإمبراطورية الفارسية، وصحيح قمبيس حاول يقلد الفراعنة ويلبس تاجهم، لكن الروح المصرية نفسها رفضت تموت. المقاومة والثورات ضد الحكم الفارسي استمرت لعقود طويلة، والحضارة المصرية نفسها فضلت صامدة. وده بيثبت حقيقة مهمة: ممكن تحتل الأرض، لكن صعب جدا بل مستحيل إنك تقتل فكرة أو حضارة. سقوط مصر المستقلة كان فعلا نهاية عصر، لكنه في نفس الوقت كان بداية فصول جديدة في تاريخها طويل. فصول هيجي فيها اليونانيين وبعدهم الرومان يحكموا مصر، وكل واحد فيهم هيحاول يلبس تاج الفرعون عشان ياخد شرعية. وده بيسيبنا قدام سؤال كبير: لما حضارة عظيمة بتقع سياسيا وعسكريا، هل ده معناه ان روحها بتموت، ولا بتلاقي طريقة جديدة عشان تعيش وتكمل وتأثر في اللي حواليها؟ ده سؤال إجابته لسه بتتكتب في فصول تانية من التاريخ.